الحمد لله رب العالمين الذي أوضح معالم الحق وبين سبيل المؤمنين وأمرهم باتباع الصراط المستقيم ليدخلوا جنات النعيم. الحمد لله الذي جعل السعادة والمودة والمجد والثناء والرفعة في اتباع أوامره، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم الذي قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والذي قال أيضا: تكاثروا وتناسلوا فإني مباهم بكم الأمم. مرحبا بضيوفنا من كل ديرة، عد ما هلت مزون وسماها. الحفل نور فرحتنا كبيرة بالرجال اللي رفيع مستواها. السلام عليكم، نرحب بالجميع ضيوفنا من جميع القبائل ونقول لهم مرحبا حللتم أهلا وأطبتم سهلا. أهلا بمن أتانا بتحية الإسلام، فإنه يستحق منا الترحيب بأحلى الكلام وأجمل العبارات وأرق المعاني التي تليق بضيوفنا الكرام. حياكم الله ضيوفنا الكرام. اكتملت فرحتنا برؤيتكم بيننا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. يا مرحبا، ترحيب ما لها حدود، ترحيب يفخر بها الضيف والجار. اللي حضر يستاهل المسك والعود، واللي تغيب له جميلات الأعذار. بمناسبة الليلة السعيدة نحتفل سويا بزواج فارسنا لهذه الليلة الشاب مشعل بن سعود بن لفا المحجني الرضياني، ونقول له كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير. وخير بداية لكل بداية القرآن الكريم مع القارئ سلمان منير المحجني الرضياني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ضيوفنا الكرام الحفل الكريم، الآن مع كلمة ترحيبية للشاعر طايع بن سعود المحجني الرضياني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركات والسعادة والمسرات. مرحبا بمرحبا، ترحيب تقدير كرامة. مرحبا قبل السلام ومرحبا بعد السلام. مرحبا مليون يا أهل المعرفة وأهل الشهامة، نفتخر بقدومكم ولكم معزة واحترامي. من غلاكم يعجز الترحيب ما يبلغ مرامه، قدركم الصدر عالي يا عزيزين المقام. مرحبا حتى يذوب الصوت ويغلق كلامه، ولدونا كان صار الصوت من أول كلامي. إخواني الأعزاء من أبناء العمومة ومن المعارف والأصدقاء، دعوناكم من محبة واستجبتم لدعوتنا من وفاكم
وليس غريب عليكم الوفاء، فأنتم أهل الوفاء وأهل المواجيب. ونسأل الله أن يوفقنا لإكرامكم وحسن ضيافتكم، ونتشرف بكل من حضر وتحمل عنا ومشقة السفر لتلبية دعوتنا، فلكم منا جزيل الشكر والتقدير، وحياكم الله جميعا وبياكم. ونسأل الله أن يكتب لكم بكل خطوة خطيتموها أجرا ومثوبة. وأكرر شكري لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أما الآن مع كلمة للأستاذ علي عايض الناقول السبيعي، وليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نبارك لعريس هذه الليلة وعروسه، ونقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير، ونسأل الله أن يجعله زواجا مبارك يكون رابط من روابط المحبة والتقدير، وجسر من جسور التواصل بين الأسرتين الكريمتين. دعينا لأبناء الشيخ الشعوب رحمه الله عليه بهذه المناسبة، وفي معية الشيخ جعدان بن عبد الرحمن الوهاب والشيخ خالد بن مصلح العازمي والابن عايض بن علي الناقور، فمررنا بديار الهيلة، ديار التاريخ والمجد والكرم. وجدنا الترحيب والطيب وحسن الاستقبال. قال لي جليسي علي ثلاث: إذا أقبل استقبلته ببشاشة الوجه، وإذا جلس وسعت له في المكان، وإذا تحدث أنصت له. فشكرنا وتقديرنا لكافة قبائل عتيبة الهيلة. لا أريد التخصيص حتى لا نقع في الحرج والخطأ والنسيان، ولكن لكم منا كل الشكر والتقدير على ما وجدناه من حفاوة وتكريم. أما بخصوص الكلام، الزواج سنة الله الكونية في هذا الكون، وهو مشروع تكوين دولة أسرية صغيرة بسيطة. يجب على الزوج والزوجة أن يتعاملان معه بمحكم الكتاب والسنة، وأن لا يدع مجالا للتدخلات الخارجية التي قد تفسد هذا الزواج وهذا الكيان. وقد دخل سعد بن معاذ على معاوية بن أبي سفيان، وكان في حجره ابنة له اسمها تفاحة. قال: ما هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه تفاحة القلب يا سعد. قال: ارمها عنك، فوالله إنها لا تلد الأعداء وتقرب البعداء وتمد الضرائب. قال: على رزقك يا سعد، فوالله ما مرض المرضى ولا قرب البعداء ولا أعان على نوائب الدهر مثلهن. صدقوا رضي الله عنهم جميعا. فإن وقعت هذه الجوهرة في يد رجل كريم أكرمها وأكرم أسرتها واستمرت العلاقة، تواصل الرحم بين الناس. وإن سقطت في يد لئيم أو شخص لا يقدر هذه العلاقة، كان الله في عون الأسرتين. لذلك دائما أنا أوصي المتزوجين والمقبلين على الزواج، سواء من الذكور أو الإناث، من أراد أن يعيش باستقرار وسلام فليلتزم بقاعدة الرجل يأمر والمرأة تستشير. الرجل بطبيعته إذا دخل بيته فطريا تكون طلباته بالأوامر: أعطونا كذا، جيبوا لنا كذا، سووا كذا، افعلوا كذا، لأنها صاحبة الدرجة العليا. المرأة من أدبها
وتقديرها واحترامها للزوج تطرح مطالبها بطريقة الاستشارة، فتكون دائما تستشير الزوج: وش رايك نزور الأهل؟ وش رايك ننزل للسوق؟ وش رايك نعمل كذا أو نفعل كذا؟ أقل ما بيكون ستحظى برد مؤدب من هذا الزوج، لأنها أنزلته في منزلتها الطبيعية. يجب أن لا تكون المرأة دائما متسلطة يعني بالأوامر، لأن الرجل لا يقبلها. كذلك من الحكم يقال أن الملك فيصل رحمه الله عليه قال: لو سمع الناس كلامنا لنسائنا في المساء ما خضعوا لنا بالنهار. ونصف جمال هذا الكون وضع في المرأة، هذا المخلوق النصيب. لأن أهل الأمثال يقولون: بيت بلا مرة ما له مرة، فهي أم الرجال وزوجة الرجال وأخت الرجال وعزوة الرجال. الرجل يعتزي دائما بأخته وسنده، فلها الكرامة والتقدير. كذلك على الزوج، إن استمر هذا الزواج فخير الحمد لله، وإن لم يستمر فيجب أن يحفظ الود والتقدير والاحترام لمن أكرموه بهذه الجوهرة، ربوا ونموا ثم أهدوا هذه الجوهرة، فضمن بمعروف أو تسريح بإحسان. البعض نسأل الله العفو والسلامة إذا أخذها ثم حصل الانفصال لأي سبب من الأسباب، قامت الحرب والقطيعة، وأخذ محاولة الانتقام من المرأة مثلا بسحب الأبناء أو بالتغريم. يا أخي يكفي أنك كنت عندما طرقت الباب باختيارك، لأن الزواج مشروع يتم باختيار الطرفين. الزوج يتجه لأهل الزوجة رغبة ومحبة، وأهل الزوجة تقديرا واحتراما تتم الموافقة بعد توفيق الله عز وجل. فاحفظ لهؤلاء هذه الكرامة وهذا التقدير، واعلم أن الابن أو البنت أنت أبيه ولن يكن له أب غيرك، ومن ربى لك، وإن كان طيب جاك، وإن كان ردي مالك وماله. فدائما نوصي الشباب، خصوصا فئة الشباب ولا عاد اللي جرب يمكن يتحمل، نقول: وسع صدرك وحط شخصية الرجل عند الباب، وإذا دخلت فتعامل بتعامل المصطفى عليه الصلاة والسلام. قالوا عندما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت: يكون في خدمة أهله، في مساعدتهم. هذا الجانب الأول، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يجعل نصيبنا ونصيبكم منهن الصالح. أما الرسالة الثانية فهي موجهة لأبنائنا الشباب المتعاملين بوسائل مختلف التواصل الاجتماعي، وهو هذا الكيان العظيم وطننا الغالي. الآباء والأجداد بنوه بالأرواح والدماء، وولاة الأمر عزهم الله بعزة الإسلام ومن خلفهم يتطلعون إلى أن يبنون هؤلاء الشباب بأفكارهم وسواعدهم. فلذلك لا تنجرفوا خلف دعاة التضليل ودعاة والخوارج والمارقين على الدولة ونظامها وقيادتها، فهؤلاء حساد لكم يريدون هدم هذا الكيان، يريدون زعزعة أمنكم واستقراركم ووحدتكم وتماسككم وعقيدتكم. فنحن ولله الحمد في دولة تقيم شرع الله وتفتح المساجد وتفتح منابر العلم، ومعنا في كل صغيرة وكبيرة. فلذلك لا تنجرفوا خلف دعاة التضليل والتكفير لهذه الدولة أعز الله بعزة الإسلام، واعلموا أنها لو حصل أي خلل إنكم أنتم الخسرانين. ولا الدولة الله يعزها ورجالها الله يعزهم في خير وفي نعمة، لكن حنا ولله الحمد اليوم نعتبر الله قبيلة واحدة وعائلة واحدة، والتواصل وجسور المحبة والخير فيما بيننا في هذا الكيان. فنسأل الله أن يديم لنا أمننا واستقرارنا وقيادتنا وعقيدتنا، وأن يحفظ علينا نعمتنا التي حنا فيها. والسعيد من اتعظ بغيره. أعيد وأكرر شكري وتقديري لكافة من واجهناه وقابلناه وتشرفنا من معرفته في هذا المساء الجميل، وإن أصبنا في الكلام فمن الله عز وجل،
وإن أخطأنا فمن شدة الفرح ومن أنفسنا والشيطان، ونسأل الله أن يتم لنا ولكم الأفراح دائما وأبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ومحدثكم عمدة محافظة الحرمة علي بن عاق بن علي النابلسي. حفلنا الكريم، ضيوفنا الكرام، أما الآن مع قصيدة للشاعر منصور بن سعود المحقي العضياني. بداية ذكر من نزل على محمد كتابه، الجلال القادر اللي عال من كل سريره، أترجى رحمته وخاف من قوة عذابه، والله أخشى من عذابه وتعوذ من سعيره. ما يخيب المسلم اللي كل مضى قلت جابه يلتجي للواحد المعبود والدنيا قصيره. مرحبا يا من حضر في حفلنا واهلا هلا، عدت ما نون تنثر ما في شبه الجزيره، يتركز ويتعقد باقي داخل سحابه، كل ما شافه قليل بديله ظن انه مصيره، يتهشم مقدمه والمزن يرتم في عقابه، يتداحم عقب نسناس الهبوب اللي تنهيره، يسجد المسلم مخافه كل ما سمع الوحابه، مثل حرب ام المعارك يوم تفريغ الذخيره. مرحبا يا من حضر والسيف عزه من صابه، يا الحضور اللي يشرف حفلنا من كل ديره، وانت شرف في نسب من قادها يوم الغرابه، يوم ولعها عقيده يوم عزتها شويره، دون دار ودون حسكات الوبار اللي تشابه، كم طمع فيه النمير وكم حسن له مريره، من سرايل هرش نصهب في الشي من الكآبه، تلتفت يم خواتك كل ما سمعا هديره، لاحظ النسر العطاوي زود القوة الصلابة، بالرماح اللي يتدرب والسيوف اللي شطيره، مزحمي ينعنابه مزحمي ينعدابه للكبيره ما عديبه للصغيره، قلتها وانا من اللي فعلهم يحسب حسابه، يوم زوغات الحبوب ويوم زوغات البصيره، اشهد اني وسطابة عز ما هي بيلابه، لا بتنتقض على العسلات وترد المغيرة، لا بتم من قوصت وتحربها كل يهابه، لما صد حضرة ابليس الجاهلي ودق زيره، صاحي الملك سقيل وقال وين اهل الحلابه، والتفت لليمنين وقال جولتنا الاخيره، ثم ولعها الرجيم وهجر ذع في ذهابه، لين قامت تربح مثل الرحاها المستديره، لين راحت بين روس ما تعرف الانقلابه، كل قايد حسب معرفته وتفكيره يديره، في فن وفي خبث في المعارك يقتدابه، في عشق للقاده مثل عشق ونويره، والبدايه والنهايه تنتصر ربع عتابه، كل ما تاخذ قرار الحرب تقر لها قريره، دون حجر للقبايل من خنازف من شبابه، ما يحضروا فعولهم غير النفوس اللي حقيره. مرحبا يا من حضر في حفلنا واهلا هلا، بعد ما نون تنثر ما في شبه الجزيره. سلامتكم. قصيدة ترحيبية للشاعر الشريف العضياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسي بالخير على الجميع وبارك ربعنا المحمد انه مشعل، ونسأل الله العلي القدير التوفيق والذرية الصالحة له. الليلة الهاجس على حبك تلقاه طربان ويجر اللحن والمواويل، يبكي الهاجوسة على كل مشراف، يبغى بيوت من خيار التماثيل، عدة بيوت كلها اسمان وانضاف، يلجم بها اهل النقد والقال والقيل، وشعر ما يظهر في المواقف وينشاف، ويطلع مطاليع الجدي فوق وسهيل، ما ينحسب وقت المواقف وينعاف، لا صار كل سرد هرج وتاويل، الشعر ما يبغى عليمي وخواف، يبغى حصان بالشعر يصهل صهيل،
وانا عضياني ام الروس عراف، البيت انا جبته ما يحتاج تعديل. ما عليكم زود. وانا عضياني ام الروس عراف، البيت لا جبته ما يحتاج تعديل. ادور الصعبات في كل محلاف، والصعب ما يصعب على كل حلحيل. ورفيقي الصافي اليسار ميقاف، ورفيقي الصافي اليسار ميقاف، يبشر بميقاف يسر الرياجيل. وما وقفت بموقفه وقفه انصاف، يحرم علي شرب كيف المناجيل. ورفيقي الصافي اليسار ميقاف، يبشر بميقاف يسر الرياجيل. وما وقفت بموقفه وقفه انصاف، يحرم علي شرب كيف المناجيل. يا طايع ابن سعود والعلم ما طاف، اسمع ولد السمع يا وافي الكيل. دعوتك لجتني معرضها الاكتاف، اجيك لو انك ورا شاطئ النيل. ما عليك زود. دعوتك لجتني معرضها الاكتاف، اجيك لو انك ورا شاطئ النيل. لو المسافه دون كلاف ولاف، ما نحسب الكيلو ولا نحسب الميل. كونك رفيق صافي القلب شفاف، له عندنا قدر ومكانه وتبجيل. يا مرحبا ترحيبة ما لها اوصاف، ترحيبة تشمل جميع المشاكل. عدد من كبر ومن لبى ومن طاف، وما هلا تدعو للمطر منها مليل. على الكرم وسلومه هنا والاسلاف، والعود الازرق واشكر البن والحيل. في حفل ربعي من ويتحدى الاسياف، ربعي اهل الحرش اكبر الحلاحيل. في حفل ربعي من ويتحدى الاسياف، ربعي اهل الحرش اكبر الحلاحيل. محاقنا وقت القصب والحاف، ودخيلهم يا من من الهم والويل. يوم السنين الماضيه شهب وعقاف، افعولهم تشفى الكبود المغاليل. على الكرم يصيبهم حب وشعاف، وامجادهم ما جاتهم بالتساهيل. على الكرم يصيبهم حب وشعاف، وامجادهم ما جاتهم بالتساهيل. الا بفعل سيوف الاحداد والهاف، جرالها وقت الفعايل مفاعيل. جينا على حسب العوايد والاعراف، مبارك المشعل عسى سنينه الطيل. الله يجيرك من عواقيب الاصداف، ويديم عزك في الليالي المقابيل. أيها الحفل الكريم، رحبوا معي بالشاعر الكبير رمح العبادل خليفة بن ذايب العبدلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبارك فارس هذه الليلة وقول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهما بخير. المقام أكبر من القصير. على دعوة اللي له معزة وله تقدير، على دعوة اللي له معزة وله تقدير. زميل الوفا طايع سعودة العضياني رفيقي، وانا في لازمه مقبرة تاخيره ويعرف اني محزمه طير حوراني. على الله توكلت ومشيت ورسمت السير من ارض السنافه، ديار دربين الايماني على وجهة القبله. مرور خشم النيل وعفيف المفاخر داره، من تكرم العاني على الموتر اللي طور الصانع تطوير. صار المنافس للمليكي والالماني. على الموتر اللي طور الصانع تطوير، وصار المنافس للمليكي والالماني اللي تستبنصه من مكانه خطير يطير. لو انه ما ركب له مرا وحج حاني نبحه في القوم، من تكرم الضيف والقصير تعز الاخو يصير له عندهم شان. رجال الوفا في مدحهم يعجز التعبير، يعجز القلم ويجف وتشيب قيفاني تشيب القوافي. لو تسخر بهم تسخير وذكر بعض امجادهم
يعجز لسان عتيبة روس قوم لهم تأثير بشبه جزيرة يوم ذكرت الأخوان يستاهلون. عتيبة روس قوم لهم تأثير بشبه الجزيرة يوم ذكرت الأخوان، ولهم ثقلهم في وقتنا الآن يا أهل الخير وذروة سلام المجد للحي والفاني رجالا بعيد عن الملام وعن التفسير خوال الرسول المصطفى نسل عدنان. أقوله وأنا ربعي أهل المعجزات مطير ما عليكم زود. أقوله وأنا ربعي أهل المعجزات مطير الفخر والعز حمران الأعياني. أهل المعجزات هم أهل الثلاثة المعجزة مشبعين الطير، دروع الوطن وحماة حلوات الألباني، وكل القبائل كفوا ما حولهم تسير رجال تروم المجد في كل الأحوال وكل الأحيان. مبروك يا مشعل عسى بالك التيسير تعيش بسعادة يا سلايلك حيلان والمعذرة في الصوت. وفي الختام كل الشكر والتقدير لكم ضيوفنا الكرام على تشريفكم وحضوركم وتكبد مشاق السفر لأجل حضور حفلنا. متعكم الله بالصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير. أما الآن مع الشيلات كلمات الشاعر طايع بن سعود العضياني.
ابو حمد. يستاهل 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 يستاهل.
عيب